يلا بينا نحضر حفلة الأهلي على فاركو وتتويجه بالدوري. انذار لإمام. طرد يا ابن اللعيبة يا وسام. بيراميدز بتحتفل في الإسماعيلية بالدوري برضو. أول ما وصلنا لقينا حفلة من الجمهور على رامي ربيعة عشان ما جددش وقالوا له ده شكل جمهور الأهلي اللي موجود النهارده في الاستاد والعدد محترم. بدأ الماتش من الأول الأهلي كان باين إنه عايز يخلص. الأول للأهلي وباين قوي الأهلي عايز يكسب بأي طريقة. ال 25 دقيقة عدت مفيش أي هجمات خطر من الفريقين، الماتش كله تقريبا في نص الملعب، الأهلي جاب الجول الأول ومش عارف ليه مش عايز يجيب التاني عشان يقتل الماتش. التاني للأهلي وتقريبا الدوري رايح الجزيرة دلوقتي. تغيير اضطراري بدري قوي للاهلي، العش خارج على النقاله مش قادر يقف ونزل مكانه اشرف داري. الله يكون في عون اشرف داري، اتمنى ان هو يكمل لحد كاس العالم من غير اصابات. بس بكل امانه جماهير الاهلي في الشوط الاول كفت ووفت. خلص الشوط الاول 2-0 للاهلي، شوط ممل جدا ما فيهوش غير كره بن شرقي اللي جت في الجون الثاني. طبعا الرابطه اعلنت ان درع الدوري موجود على بعد 45 دقيقه من استاد القاهره والاستاد اللي في الاسماعيليه اللي بيلعب عليه ماتش بيراميدز. بس اللي اكدوا لك دلوقتي ان درع الدوري اكيد في الطريق وداخل على استاد القاهره هنا، لان الدوري تقريبا اتحسم للاهلي. في بداية الشوط الثاني جمهور الأهلي رفع بانر مكتوب عليه الجميع يعيش أوهامه لكن الدوري يعرف مكانه. طبعا مش محتاج أقول لك إن أوهامه مكتوبة باللون السماوي لون بيراميدز، لكن مكانه مكتوبة باللون الأحمر لون الأهلي. بدأ الشوط الثاني بقى، والشوط الثاني ده من أمتع الأشواط اللي ممكن تشوفها للأهلي. احساسي من هنا ان الكره مش ضربه جزاء، لكن الله اعلم. هي مش دي كانت بتاعت الزمالك المفروض ولا ايه؟ ده هيرجع يشوفها، ده واضح ان انا ما كانش معايا حق. انت لسه قايل لي من دقيقه واحده وانت مصورها هنا ان هي مش ضربه جزاء. هو راجع للفار بيعمل ايه بقى دلوقتي؟ ممكن نرجع للفار اهو يا باشا. انا شايفها برضو مش ضربه جزاء، بس هل هم يا كابتن زياد شايفين حاجه احنا مش شايفينها؟ هيحسب ولا مش هيحسب؟ انذار لإمام. طرد لشيكا الجول، يا نهار ابيض. طبعا الماتش 2-0 وطرد لفاركو، فالماتش اتسهل، وعلي معلول هينزل فالاستاد كله اكيد بيتقلب. يا ابن اللعيبه يا وسام، يا ابن اللعيبه. هي الحفله ليه بدأ من دلوقتي؟ ده الدقيقه 63.
ازاي فاركو يخش في القصه دي؟ طيب جرأة ايه؟ وبعدين يا كابتن وسام اللي انت بتعمله ده كله، طبعا ساب وسام وساب الكوره وكله راح لمعلول وشالوه على راسهم. الاهلي في الشوط الثاني بيقدم مزيكا، انا كل ما ابص الاقي جول. بص معلول عشان هيلعب بس كورنر من هنا، والجمهور كله عامل ازاي؟ يا حسين الله عنده هنا اهو. قلت لك الاهلي بيقدم متعه الشوط الثاني. حسين اول لمسه ليه بالجون الكام؟ 5 وخميسه. يعني الجون بتاع فاركو لقاها 5 وفيها هجمات، فقال لك لا كفايه كده بقى نريح شويه. بأمانة بعد الجون الخامس انا تقريبا ما صورتش الملعب خالص، انا قاعد اتفرج على الجمهور ومتمزج قوي لان هم جامدين جدا النهارده. يا ولاد اللعيبه، ولاد اللعيبه، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده جول عالمي. هيصفر صفر الحكم ونهى الاهلي بطل الدوري للمره ال 45 في تاريخه، الدوري اللي كل مصر قالت ان هو بعيد عن الاهلي تماما، وعمر ما بيراميدز هيفرط في كل عدد النقط دي، بس الاهلي يرجع وفي لحظه واحده يقلب الدوري كله ويتوج عشان يقول لك اوعى تقلب الصفحه قبل ما تقرا السطر الاخير. كالعادة مشكلة أي احتفال في مصر الأغاني اللي بتشتغل والجمهور بيبقى عايز يشجع، فالجمهور بيبدأ يشتم عشان الناس تقفل الأغاني، بس محدش بيسمع حاجة ومحدش بيتعلم غالبا. زي ما قلت لك الدوري بعد الثاني أو الثالث كان في الطريق لأن هو ما خدش 10 دقايق ولقيناه نزل الملعب. النهارده الماتش الأخير لعدد كبير من اللعيبة، علي معلول، حمزة علاء، أكرم توفيق، رامي ربيعة، كل ده احنا شفناه من وداع اللعيبة للجمهور ومن طريقتهم في الملعب النهارده. طبعا كلكم شفتوا القصه الكبيره اللي عملها امام عاشور عشان ينزل بنته، ودي لحظه نزول بيبو عشان يسلم الكاس، والخطيب واخد نص كاريزما مصر كلها عشان النص التاني طبعا معايا. دي اللي وقعت من الشناوي السنه اللي فاتت. وده جزء من احتفالات اللعيبه مع الثالثه شمال، واللي اكيد ما بتكملش غير بغزاله حمراء من امام عاشور. وسام ابن الثالثه شمال، في حرب على اي تيشيرت بيترمي. طبعا الفيديو المعتاد لامام بعد كل بطوله، احتفالات هستيريه لعيبه الاهلي في الملعب. بس الغريب ان انا لقيت واحد صاحبي بيقول لي ان لعيبه بيراميدز بتحتفل في الاسماعيليه بالدوري برضو، الله اعلم الدوري ده رايح فين. وبس كده الحمد لله اخر ماتش في الدوري، السنه الجايه بقى